صافي عييت، ما نكذبش عليكم، عييت صافي بصح طلقنا. اهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ اش كتعاودوا؟ الله. المهم اختي، هذا الفيديو هذا غتمشي تجيبي لي واحد كاس القهوه ولا كاس اتاي ولا كاس العصير، المهم اللي عجبك، باش تجلسي نقرقبوا اللعب وانك تعرفي شحال من حاجه كتسولوني عليها. بسم الله. بزاف البنات كيسولوني على كيفاش جيتي لاسبانيا، شنو يعني شنو اللي طحتي، المشاكل اللي واجهتي في هذيك الفتره اللي كنت كنتسنى باش يخرجوا لي اوراقي. اش غنقول لكم البنات؟ بزاف 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 جيت نعاود لكم، ما غنساليش والله العظيم. فاش كنتفكر هذاك الشيء كامل اللي دزت منه باش انني نوصل لاسبانيا عند راجلي وهذا، راه كيضرني راسي والله العظيم. الوقت صراحه ما عرفتش نقول لكم دغيا كيدوز، نقدر نقول لكم ما كيدوزش دغيا، والله ما نعرف. حيت لو كان يرجع بيا الزمان لذاك الوقت غادي نقول الوقت طويل بزاف ما كيدوزش، ولكن دابا ملي جيت لهنا صافي واستقريت الحمد لله، يعني كنقول بحال ما كانش هذاك الشيء، يعني كل شيء تنسى، فهمتوا؟ يعني الصبر ثم الصبر ثم الصبر. اي وحده كتعرف شي واحد كاين في بلاد بعيده، ويعني كوني متاكده انك خصك واحد الوقت باش تمشي عند هذاك السيد، يعني خصك تصبري على بزاف ديال الامور، يعني على شنو نقول لك، على مواجهه ديال الناس، على هضره الناس، هضره العائله، هضره الصحاب، هضره بزاف بزاف بزاف. يعني خص يكون عندك واحد واحد المناعه ديال هذوك الاشخاص، فهمتي؟ المهم نبداو ان شاء الله. المهم انايا دابا يعني امتى تزوجت في 2019، من 2019 2020 2021 2022 2023 حتى 2024 عاد قدرت نجي عند راجلي لاسبانيا. 5 سنين وانا كنتسنى. شنو المشكل؟ شوف، اي وحده كتعرف شي واحد عايش في اوروبا غيجي يتزوج بها، خصوصا الا كانت عنده جنسيه، فهمتوا؟ يعني اللي كتكون عندهم جنسيه كيكون صعيب ليهم الزواج. علاش؟ حيتاش كيخصهم ضروري يجيبوا واحد الورقه اللي سميتها لا كاباسيتي دو مارياج. يا اختي تسني نشرب شويه القهوه راه شحفتيني قلت لكم هذيك لا كاباسيتي دو مارياج ضروريه لواحد اللي عنده جنسيه وغيجي يتزوج مغربيه، ولا وحده عندها جنسيه غتزوج مغربي، خص تجي مع هذيك الورقه. حيت هذيك الورقه لا ما كانتش هي ما غاديش تزوجي، ما غيقبلوش لك العقد ديالك، حيت كيتسمى هذاك سبليوني. غيجي يتزوج وحده مغربيه خاص ضروري ياخذ موافقه الزواج عندهم هنا في اسبانيا باش يقبلوا ليه العقد. فانايا فاش كان جا راجلي باش يتزوج بيا، صافي جا هضرنا وهذا، درنا الخطوبه وبيناتنا وهذا، صافي مشى باش يجمع الوراق باش يجي باش نديروا العقد. فاش مشى سول بعدا واحد المحاميه، قال لها ها شنو بغيت ندير عقد في المغرب، واش ضروري من هذيك الورقه؟ قالت ليه لا، ماشي ضروري، راه ما بقاش هذاك القانون، تقدر تمشي تزوج بلا ديك الورقه. صافي مين قالت ليه بحال هكاك، شنو دار؟ جا معاه غير شي وراق واش ليكستري، وما بقيتش عاقل اختي، راه دابا 6 سنين. صافي جابهم، مشينا درنا عقد عند العدول، صافي من بعد تزوجنا بحال درنا عقد مغربي. صافي قلنا واقيلا مزيان، فاش سالينا وهذا درنا العقد. فاش هو بيرجع لاسبانيا جاب معاه العقد باش يمشي يدفعو، ما قبلوش ليه، قالوا ليه خصك تمشي، هذا العقد ما مقبولش، سير طلق عاوتاني تزوج بهذيك السيده، وفاش طلق سير طلب بعدا ديك الورقه حتى تخرج واجي عندنا باش تتزوج. اشنا هو طلاق عرفتوا؟ فاش سمعت هذيك خصنا نطلقوا ونعاودو نتزوجوا، راه ما نعاودش لكم واحد واحد الكآبه كتشدك، ابار مي غادي يسيقوا عائلتك الخبر، وان واحد الانسان كان راجلك وهو راجلك، راه ماشي راجلك، ولكن غتطلقي غير في الوراق، راه ماشي غتطلقي بصح هذه، ولكن هذيك هي الطريق اللي غادي تمشي فيه باش يتصاوبوا لك وراقك. الا ما درتيش هذيك الخطوه راه ما غاديش تحامي باوروبا وما غيخرجوا لكش وراقك.
فضروري كان خاصنا نطلقوا باش نطلبوا ديك الورقه ونتسناوها حتى تخرج ونتزوجوا عاوتاني. صافي فاش زعما كان ضروري قلنا ماشي مشكل نخلي، واخا قالوا لينا نطلقوا خلينا هذيك هي الاخرى، يعني قلنا بلاتي نبقاو ندفعوا الفيزا. دفعت المره الاولى رفضوا ليا، المره الثانيه شفنا واحد السيد صايب ليا واحد الدوسي زعما بلي راني خدامه، راني عندي كنتخلص للشهر، خدامه في شركه، دفعت زعما بحال غادي ندير فيزا توريست. ايوا صافي فاش دفعت المهم خسر فيها راجلين فلوس. فاش دفع فاش مشيت للقنصليه عيطوا ليا باش يديروا معايا انترفيو، كيسولني هذاك اللي كاين تما، كيقول لي واش انت غادا توريست فين غادا، حيت دوك الاسئله اللي عطاني هذاك خصني ضروري نحفظهم، قال لي ضروري تحفظهم حيت يسولوك بصح. بقى كيسولني كيس فين خدامه، شكون اللي خدام معاك وهذا، وانا عرفتي ديك الليله قبل ما نمشي للانترفيو كنبقى نعاود دوك الاسئله نعاود باش غير زعما نبقى عاقله باش ميسولني نجاوب. صافي جاوبت على داكشي اللي سولني. صافي دار بحال هكا، دخل شاف السيستيم قال لي واش متاكده غادا لاسبانيا توريست؟ قلت لي قال لي ماشي غادا عند راجلك؟ قلت له لا انا كاع ما مزوجه وما عندي كاع الراجل، راه مزوجه. قال لي متاكده؟ قلت له متاكده. قلت له انا غادا توريست وها لوطل اللي غادا فيه وها فين غادا وها فين غادا وفين غادا. صافي بقى كيشوف فيا قال لي واخا غيري صافي سيري تنعيطوا لك. صافي مشيت. صافي كان انا عرفتو في بلاصتي ما نعاودش لكم، كنقول دابا غيجيبوا لي البوليس ولا شي، المهم كيديروا لي شي افكار. صافي قال لي سيري من بعد ونعيطوا لك. صافي مشيت يومين عيطوا لي قالوا لي عطوني باسبور، قالوا لي راه ريفوزي ما مقبولاش الفيزا ديالك، رفضوا ليا. صافي من بعد الفيزا الاولى ترفضات، الثانيه حتى هي هكاك. صافي فقدت الامل، صافي عييت ما نكذبش عليكم، عييت. صافي كنقول لراجلي هادشي بزاف، ديما انا وياه ديما مصادعين، ديما على هادشي د الوراق، هضره الناس هي كتزيد، هضره العائله هي كتزيد، المهم بزاف. صافي كان اكتشفت حتى عييت. صافي بصح طلقنا، يعني صافي درنا ان خصنا نطلقوا باش نعاودوا نتزوجوا من الاول. صافي طلقنا. شوفوا البنات اللي غيقولوا واش طلقتي وعلاش طلقتي واش ما خفتيش واش كذا، نيتك تكون زوينه مع داك الشخص المناسب اللي غتكون انت معاه، داك الراجل تا خصو يكون نيته زوينه، ما خفتي والو ان شاء الله. فاش كيكون الضغل في هذاك السيد راه سواء طلقتي ولا ما طلقتيش، راه يعني داكشي اللي مكتوب لك هو اللي غادي تشوفي. ما كذبش عليكم، انا نهار فاش مشينا طلقنا، يعني طلقت انا وراجلي في الوراق، درنا الفاتحه صافي، راه كيبقى راجلك، راه ماشي شي حاجه اخرى. مشينا بجوجنا رجعنا لتركيا، بقينا عايشين عام كامل حتى عيطوا عليا ثاني القنصليه قالوا لي راه خرجت لك الورقه ديالك، وتزوجنا عاوتاني في البلاصه، درنا العقد في القنصليه. يعني ما كاينش شي حاجه، راه غير واحد الحاجه اللي غادي تلقاي فيها مشكل هو من جهه الوالدين، كيخافوا كيقولوا لك واش كيخافوا عليك، نورمال تكون والديك، يعني ما سهلاش انك تطلقي هذاك الانسان ما عرفتيش انت تطلقي بقى مطلقه ولا مزوجه ولا شويه صعيبه صراحه، ما غادي كيستوعبهاش العقل. ولكن هذاك هو الغلط. اي وحده كنصحك، اي واحد بيتزوج بك خلاص تلقاو هاد الهضره كامله اللي قلت لكم، الاهم فيها هو شي واحد بيتزوج بك صبليوني، عنده جنسيه صبليوني مغربي، عنده جنسيه صبليونيه، خصو يجيب معاه لا كاباسيتي د المارياج، موافقه بالزواج هذيك ضروري يطلبها، عادي يجي يدير معاك العقد. وراه كتعطل من 7 شهور، من 6 شهور حتى 9 شهور. المره تعطلت ليا شي 8 شهور تقريبا، 8 شهور. صافي من بعد خرجت ليا هذيك الورقه اختي وتزوجنا وجيت لاسبانيا. ولكن فاش درت العقد تما صافي دفعت جمعت الدوسي د الفيزا، دفعته شهر جاوبوني مقبول. عاودت لكم البنات واحد الاحساس كان عندي شحال زوين، واحد الفرحه، عائلتي كامله بكاو معايا حيتاش عاشوا معايا الفرح والحزن. في هذيك 5 سنين دازوا بزاف 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 الحوايج زوينين وبزاف الحوايج خايبين. ف يعني داك الصبر اللي كتصبري ربي في الاخر كيجازيك على هذاك الصبر ديالك. والحمد لله صافي كتجمعي مع راجلك، كديري وليدات. كان الحمد لله ان فوا جيت حملت ولدت بنتي، يعني صافي كاع هذاك التعب وهذاك داكشي اللي داز كاع نسيتو بحال ما كانش، فهمتي يعني. وضروري تشغلي راسك بشي حاجه فاش تكوني تما في المغرب. انا ما نكذبش عليكم، كنت
كل شهر بلان كل شهر تقيت في الحلاقه الاستيتيك، مشيت قريت هادشي لوجيل، دخلت باش نقرا اللغه. المهم بزاف ديال الحوايج درتهم غير باش ما نمل. دخلت لاصال، المهم درت كلشي باش يدوز عندي الوقت زعما دغيا، باش ما نحسش بهذاك الملل. الحمد لله راجلي تا هو كان مساندني، كان كيقول لي خرجي دوري ديري شي حاجه كتعجبك باش كذا. المهم تا هو كان كيعاونني باش انا نصبر. عند ضروري داك الشخص اللي معاك خصو يبين لك ويحسسك ان كاين واحد السيد في جنبك، ان يعني بجوجكم كتطلعوا درجه درجه حتى كتوصلوا. وهذا ما كان، هذا هو يعني كيفاش جيت انا لاسبانيا. اختي راه ماشي ما ساهلش. وكان هذاك الشيء، كون هذيك الورقه كان جابها معاه في ديك الوقت كنت غنجلس عام بالحساب، عام غادي نجي. ولكن من هذيك الورقه ما جابهاش معاه. وديك المحاميه الله يسمح ليها في هذا النهار هي اللي خرجت عليه قالت لي غير سير دير العقد بلا هذيك الورقه. كون راه دابا كنت زعما راه شحال هادي وانا كاينه هنايا، ولكن ما كتبش. يعني كنت خيلا فيها خير، ربي ما كتبها حتى ل 2024 باش انني نجي. وصافي هذا ما كان. عرفتوا البنات، وغتبقاو تسمعوا فاش يعني البنات اللي كاينين دابا في المغرب وغيشوفوا هذا الفيديو ديالي وغيكونوا في هذا الكا ديالي، غتبقاو تسمعوا من عند الناس وعند الجيران: اويلي ما بغاش يديك، اويلي واقيلا مزوج عليك تما، لا واقيلا خدمتو ما خدامش مزيان، لا راه هكذا. انت راه عارفه شنو كاين، عارفه داك السيد شنو في قلبه شنو في عقله شنو. انت وياه فاهمين، يعني علاقتكم مزيان واقفه على الصح. كيجي واحد ما فاهم حتى شي حاجه كيهرس لك كلشي في الزيرو، كتصدقي انت كتمشي عند داك السيد اللي كاينه معاه: لا وانت كذا وانت كذا وانت كذا. كتصدقي انت وهذاك السيد مخاسمين. فاش غنقول لك، ودنيك سمعي شوفي ولكن ما تدخليش. واقيلا بصح صافي نسي هذاك الشيء اللي تقال لك. انت واش عارفه شنو كاين، ثقه في هذاك السيد اللي معاك فصافي. فانا كنت هذا الشيء في الاول اثر عليا، من بعد فاش ولا داك الشيء كيتكرر وكيتعاود، وهذاك الانسان اللي معايا عارفه كيديروا، عارفه نيتو كيديروا ظريف وكيفاش كيتعامل معايا، فصافي عرفت ان الانسان ما فاهمش. فهو كان هو عايش هنا، هو عارف قانون هنا، عارف يعني علاش يكذب عليا. انا ما خاسره والو، ما والده ما والو. حتى كاع لو وقعت شي حاجه راه هذاك هو اللي خاسر ماشي انا. واش فهمتي؟ في البنادم ما تديهاش فيه، بنادم ما تسوقيش ليه. نقولها لك: صبري صبري وصبري ثم صبري. هادشي اللي غادي نقول لك اختي. ف واحد البنت الا سميتو نحط لكم الكومونتير ديالها، اللي صيفطات ليا باللي راه كاينه في تطوان، وقلتي لي اختي اش قلتي لي مازال ما عقلت الصراحه. كنت بغيت نقيد الكومونتير ديالك باش نعقل عليه، حيت قريتو غير هكا ولكن ما ما, ما تعمقتش فيه باش نبقى حافظاه. قلتي لي انا بلاصه في اسبانيا، انا كاينه بعدا في فالنسيا. شحال الوقت؟ راه قلت لك اختي شحال 5 سنين وانا جالسه بهذيك الورقه. الا كان راجلك انت كاين هنا في اسبانيا وعنده جنسيه فقولي ضروري يجي مع هذيك الورقه وتزوجي بها يا اختي. كاينين البنات اللي جاو يعني ما تزوجوش في المغرب نهائيا، جاو قرايه، يعني دفعوا شي حاجه القرايه هنا في اسبانيا، جاو غير فيزا وجاو تزوجوا هنا في القنصليه ديال اسبانيا. انا لا، انا تزوجت في المغرب، حيت راجلي ديك الساعه كندير شهاده السكنه في المغرب على دارنا. يعني اي حاجه كان كيحضر يعني تما في القنصليه. حتى الانترفيو اللي داروا لي انا وياه بالاسئله، يعني كانوا كيسولوني انا وكيسولوه هو في بيت وانا في بيت، يعني درناه في المغرب بجوجنا. اما نورمالمون هو راه كيدار، يعني راجلك الا كان عنده جنسيه وسميتو راه غيسولوه هو هنا في اسبانيا، وانت غيسولوك تما في المغرب. ولكن بحكم هو راجل داير شهاده السكنه تما في دارنا، كانوا كيعيطوا لي كيجي المغرب. يعني كان كيحضر لاي حاجه في المغرب، فهمتي؟ ايوا صافي هذا ما كان البنات. صراحه طولت عليكم في هذا الفيديو، ومصطاب انكم تكونوا استفدتوا غير شويه من هادشي اللي قلت لكم. خلي الفيديو طويل وما عرفتش كيعجبكم هاد الفيديوهات طوال ولا لا. صح يوتيوب كيعجبني علاش؟ حيت كيخليني نهضر على طبيعتي، ما كنزيد ما كنقص. واخا الانستغرام والتيك توك يعني كيخليك شويه ديري واحد البروتوكول وهذا، ولكن يوتيوب لا، يوتيوب كيخليني نهضر وانا مطلوقه معكم. هاد الفيديو هذا نقدر نخليه بحال هكا، ما غنمونطي فيه حتى شي حاجه، على طبيعتي كنهضر معكم والله العظيم. ما غنمونطي فيه، ما غنقص فيه، ما غنزيد فيه. كيف ما هضرت كيف ما غادي نخليه. واخا غيجيكم طويل ولكن قولوا لي الا كان كيجي ما كيعجبكمش الفيديوهات الطوال بحال هكا اختي،
قوليها ليا بغا نخسر لكم. انا راه فاش كنبدا شي موضوع كنبقى غاديه وكنسرح كنسى راسي. وشوفوا الكاس درتو معكم باش نشربوا، صدقت كنهضروا نسيت الكاس، بغيت نشرب الكاس ديالي ما عندو سخون. واخا هذا الفيديو انا مغاير بزاف على الفيديوهات اللي كنحط لكم في القناه، عرفتوا راه ديما كنبغي نحط لكم بحال هذا الفيديو، كنبغي نحط لكم بالضبط هذا الفيديو هذا، وكنعكس كنقول لهم غدا اليوم غدا اليوم غدا. اختي يلاه كتاب يلاه كتاب ونحطوا لك. كيجيوني هاد الميساجات من نهار تزوجت، كيعرفوني ان كاينه في اسبانيا البنات كيصيفطوا لي عافاك كيفاش مشيتي شنو زعما كذا، وكنقول واخا ما كنجاوبهمش، كنقول صافي ندير فيديو في يوتيوب ونبارطاجيه في انستغرام وفي تيك توك. المهم بسلام عليكم، بلا ما نطول عليكم بزاف، فيديو طويل. قولوا لي برك اختي سيري بحالك. الا بغيتو تعرفوا شي حاجه اكثر خليوها لي في الكومونتيرات. وبغيت نقول لكم الا بغيتو يعني تتبعوني تشوفوني اكتيف بزاف، كنكون في انستغرام وفي تيك توك اكثر واكثر. غنخلي لكم الانستغرام ديالي هنا، ومرحبا بكم. واللي اول مره يشوف القناه ديالي ديروا لي واحد سبسكرايب باش يوصلكم اي جديد، واحد لايك، وبارطاجيو مع صحاباتكم اللي كتعرفوهم حتى هما يعني مزوجين رجال في اسبانيا، ولا اللي كيعرف شي وحده عايشه في اسبانيا. يعني ضروري تجي معاها هذيك الورقه لا كاباسيتي دو مارياج. يلا اختي بسلام عليك، تصبحي على خير.